بيبدأ الفيلم ببام وإملاها بيلاقوا واحد غرقان على وشه في المية وبيشيلوه وبياخدوه على القرية بتاعتهم وبيكون جسمه مشوه فبيعالجوه بيلفوا على جسمه قماش وبيكون في احتفال كبير قوي في القرية ومرة واحدة مجموعة بتضرب عليهم من كل مكان وبيقتلوا مجموعة كبيرة جدا من القرية وبيكونوا هيقتلوا الولد ده وأمه لكن بيفوق لهم الولد العنيف جوان أهو جالهم المكسر أبو جلابية اللي مش بيشوف وبيبدأ يضرب فيهم بكل غباء وبيدخل عليهم كاسح ماسح وكل ده لوحده صبرني يا رب وبالرغم إن هدومه بتكون بتتحرق لكن بيكسر في عضمهم وبيخلص على زعيمهم وبعدين القرية كلها بتديله التحية وبتتنقل بينا الأحداث ل 30 سنة قدام في المترو وبيكون الكل مستعجل عشان يلحقوا المترو وبيظهر معانا جوان وبيقوم يركب المترو بينام فيه وبيطلع المترو وهو في الطريق بيغير مساره وبيقف في النفق والخمس بنات دول بيكونوا مسلحين وبيثبتوا الناس وواحد بيقوم يضرب واحدة فيهم وبيقدر يثبتها لكن جوان بيقوم وبيقول لهم ينزلوا سلاحهم وبيدخل عليه وبيلفوا لفة هدايا وبيكتفوا والحكومة بتبدأ تتابع الموضوع من كاميرات المراقبة وهو بيسمح لهم بكده وبيقتلوا واحد منهم عشان يخوفوهم وبتوصل الضابط ماني وبتتكلم معاه وهو بيطلب 100 مليون وبيحذرهم انه مش بيقول اي كلام وخلاص وبعدين بيوصل الوزير وبيكون عايز المهزلة دي تخلص فبيكلم جوان اللي بيقول له يا عم الحاج انا طالب 100 مليون فبيقول له الوزير اللي انت عايزه بس ما تأذيش حد فيهم فبيقول له تمام وبيديله رقم يحول عليه الفلوس وبعد كده بنروح لزعيم العصابة اللي بيكون في الكنيسة عشان جنازة واحد بيكون هو اللي قتله في الحقيقة لكن لبسها لمراته وبنت الزعيم دي بتكون راكبة في المترو وبتنفعل على جوان وبتشتمه وبتقول له انت مش عارف انا مين فبيقول لها عايزة تعرفي انت هنا ليه شوفي دي وبيقول لها ان باباها كان عايز ارض باباه بالعافية فبعت رجالته ضربوه قدام بنته وبعدين بنته بتروح الجامعة ولما رجعت لقت باباها موت نفسه وباباها يسكت لا بعت رجالة للبنت تاني وقعدوا يتريقوا عليها والبنت غضبت وقتلت واحد منهم وحياتها كلها اتدمرت وبيقول لها باباكي دمر حياة ناس كتير عشان كده انتي هنا وبيعرف الناس اللي موجودة انه عاوز مصلحتهم وعمل كل ده علشانهم وبيقول لهم ان اللي قتلها في المترو دي واحدة من فريقه وعمل كده عشان الحكومة تخاف وتبعت الفلوس وفعلا بيستلم الفلوس ولما بيوصلوا المحطة الحكومة بتحاصر المكان كله واول ما الابواب بتتفتح بيرموا قنابل دخان وكل الناس بتخرج ملثمة وبيفجروا المبنى اللي جنبهم وواحد من جوه المترو بيضرب الحكومة ولما بيدخلوا يشوفوه بيطلع مانيكان وبيتحكموا فيه عن بعد وبيقسم الفلوس اللي اخدها على الناس الفقيرة اللي في البلد والزعيم بيكون عايز جوان من تحت الارض وجوان بيكون في المخبأ بتاعه وبيشيل الماسك اللي على وشه وبيطلع بشعر وبيخلي البنات ترجع السجن تاني وفي نفس السجن ده بيكونوا بيكرموا الضابط اللي اسمه ازاد وبيكون شكله شبه جوان كده وبيتكلم عن الانجازات اللي عملها في الاسم وقد ايه هو بيساعد الناس وبعدين بيروح يقابل الضابط ماني وبيكون خطيبها وقريب قوي هيتجوزوا وبيلعب معاه بنتها وبيخليها تحبه والضابط ماني بتقول له ان بيني بنتها اتحرمت من باباها يا عيني وهي صغيره وانها محتاجه لحنان الاب فبيقول لها وانا كمان ولا شفت حنان ام ولا اب من صغري واتربيت يتيم وبيقول لها ما تقلقيش انا هعملها زي بنتي وبعد كام يوم بيكون في مؤتمر ووزير الصحه بيلقي خطاب وفجاه بيحصل ضرب نار والمكان بيتفجر وبياخدوا الوزير في عربيه اسعاف وجوان بيقدر يبدل وبياخد الوزير معاه في العربيه وبعد كده جوان بيطلع بث مباشر وبيوريه للحكومه وبيحكي لهم ان كان في مستشفى كل الاطفال فيها بتموت بسبب عدم توفير اكسجين للرعايه والاجهزه كمان كانت ناقصه والدكتوره بتبلغ صاحب المستشفى لكنه بيقفل في وشها التليفون وبيطنش فبتحاول تلحق الاطفال لكن كل الاطفال ماتت والدكتوره اتحبست نتيجه اللي حصل ده والدكتوره دي واحده من الخمس مساعدين لجوان عشان كده انضمت ليه وفعلا بيوفروا الامكانيات في المستشفى بالكامل وكل الناس بتكون في غايه السعاده وبعد كده بيتفقوا ان الحكومه تبعت لجوان طياره يبعت لهم فيها الوزير لكن بيحصل غدر والحكومه كلها بتتجمع عليهم من كل مكان والبنات بيبداوا الضرب في الحكومه والضابط ماني بتدخل على البنات وبتفضل تضرب فيهم لكن جوان بيدخل عليها وبيفضل يكسر فيها وبتكون مطحنه لحد ما فريق جوان بيسيطر على الطياره وجوان بيقدر يركبها والضابط بتيجي تركب لكن ما بتلحقش غير القناع بتاعه وبيهرب هو وفريقه وبعد كام يوم بيكون فرح ماني وازاده واكاش بيعرف مين هو جوان وبيجي يكلم ماني لكن بنتها بتقفل التليفون وفريق جوان بيرد عليه في نفس الوقت اللي ماني بتشوف فيه الصوره فبترفع عليه السلاح وبتضربه بالنار وبتكون في عصابه بتهجم عليهم وبيقدروا يخطفوه وبينقلوه في المكان بتاعهم وبينزلوا تكسير في عظمهم وبيكون فريق جوان هيتدخل لكن بيلاقوا واحد نازل تكسير في عظمهم وبيكون نسخه طبق الاصل من جوان اهو جالهم ابو جلابيه اللي ما بيشوفش وبيخبط فيهم يمين وشمال وبيعمل تكسير في عظمهم وكل ده وهو لوحده وبعدين بياخد ازاد وبيمشي وزعيم العصابه بيعرف اللي حصل لرجالته وماني لما بتفوق بتفتكر شكل المساعدين
عايزين جوان، وبتكتشف ان هم في نفس المكان اللي هي بتخدم فيه، فبتقرر تنزل معاهم الحبس، وبتركب مايك في رقبتها وبتخبط راسها في الازاز وبتنزل لهم، وبتحور عليهم ان هي خايفه على ازاد. فبتقول لها تعرفي انت ايه عن ازاد اساسا، وبتبدا تحكي لها عن بابا ازاد وانه ضابط قوات خاصه وزمايله بيكونوا معاه في مهمه واستشهدوا كلهم، وهو كان حزين جدا عليهم وبيقرر يروح يجيب حقهم. وفعلا بيروح وبيبدا يخلص على معظمهم، وبيكتشفوا ان الاسلحه كلها بايظه فبيضربوه بالسكاكين، لكن برضه مش بيكونوا قادرين عليه ومعظمهم بيتصابوا. لكن واحد من زمايله بيقرر يضحي بنفسه وبيفجر نفسه علشان زمايله بس يعيشوا، ولما بيرجعوا بيكرموا في جرام علشان انهى المهمه، وبيطلع يلقي خطاب وبيقول على اللي حصل لهم في الحرب وازاي اتخانقوا والاسلحه ما كانتش شغاله. وبعدين في جرام بيروح بيته وهو سعيد، لكن فجاه بيسمع صوت ضرب نار بره، ولما بيطلع بيلاقي الكلب بتاعه مضروب بالنار، وبيطلع بره بيشوف فيه ايه اللي حصل، فبيدوله مخدر وبيضربوه هو كمان بالنار. وبعدين بياخدوا مراته معاهم وواحد منهم بيحفل عليها، لكن هي بتقتله وبتدخل السجن وبيتحكم عليها بالاعدام. والراجل اللي هو السبب في كل ده بيروح لها وبيحكي لها ان هو ضربه بالنار ورماه من فوق الطياره وبيدخلوها عشان تتعدم، لكن بيعرفوا ان هي حامل فبيضطروا ياجلوا الاعدام لحد ما تولد، والطفل يعني يكبر شويه. وفعلا بتولد، وكل يوم بتعلم ابنها حاجه جديده وبتفكره بباباه وبتعلمه ازاي يطلع راجل. ومجرد ما الولد بيكبر بيكون خلاص اخر يوم ليها معاه، وبياخدوها عشان ينفذوا حكم الاعدام، وفعلا بيعدموها. والولد بيشوف مامته بعد ما اتعدمت والدموع بتكون مغرقاه، والكل بيكون في غايه الحزن لما بيسمعوا القصه. ولما بيفوق بيلاقي مجموعه جنبه، وبكده يكون اللي شفناه في اول الفيلم بابا ازاد، فبياخده بالحضن. وبعدين زعيم العصابه بيتفق على شحنه كبيره قوي من المخدرات، وبعد كده الشاويش بيروح عشان يجيب ماني وفريق ازاد، وازاد بيكون شايف كاميرات السجن كلها قدامه وبيدخلوهم على اوضه، وماني بتوشوش اصحابهم، لكن المفاجاه بيطلع المايك اللي معاها وبيطلع خاين وباعها من بدري قوي، وبيطلع هو اللي مبلغ العصابه عن مكانها، وبسببه هي وازاد اتمسكوا، وبيفضل يضرب فيها وبياخد بنتها عشان يموتوها بعيد عن الاسم. وبابا ازاد بيقول له انا هروح انقذ البنت الصغيره وروح انت انقذ حبيبتك. وبالفعل هو بيروح ينقذ ماني والباقي، وبابا بيعمل كمين للشرطه وبيروح رامي عليهم الموتوسيكل وبينزل عليهم تكسير وبيخلص على معظمهم. وفي نفس الوقت ازاد بيعمل زيه، والاتنين بيعملوا اقوى ميكس جبار ما تقولش لعدوك عليه، وبيعمل وشهم فرح وبيعزم الكل عليه. وازاد بيخرج كل المساكين وبيخليها تقوم فوضى، وبيلاقوا مصابه فبيروحوا المخبأ بتاعهم وبيحاولوا يعالجوها بقدر الامكان، لكن بتفقد النفس، وبابا بيدخل وبيحاول يرجع لها النفس وبيعمل لها محاوله انعاش لكن من غير فايده وبتموت قدامهم. والكل بيتحد ان هو هيرجع لها حقها، وبيعرفوا بصفقه المخدرات اللي هيقوم بيها زعيم العصابه، فبيقرروا يبوظوا عليهم الصفقه. وفعلا بيستنوا العربيات توصل، ولما بتوصل بيدخل عليها الفنان وبيكسروا عظمهم وبيسيطروا على العربيات، وواحده فيهم هتقع من العربيه لكن بيقدروا ينقذوها. وبعدين بيروح واقف وبيبعت لهم المكنه وفيها سجاره وبتفجر كل العربيات، وبيكون لسه هيكلم ابنه لكن بيلاقي عربيات كتير هجمت عليه، وبيقول له خد انت البنات والعربيات وامشي وانا هتعامل معاهم. وبالفعل بيبداوا يرموا عليهم شماريخ وبيولعوا فيهم، وبتبدا مطارده تانيه وبيقدروا يزنقوهم عند الجبل. وبابا بيكون في فريقه وبيتمسك، والزعيم بيبدا يعذب في رجالته، لكن بيلاقي ازاد عامل بس مباشر بشكل جوان، وبيقول له لو الرجاله اللي عندك حصل لها حاجه هبكيك بدل الدموع دم. والحكومه بتعرف مكان جوان وبتحاصر المكان، لكن على مين؟ اللي بيدخل بيخرج من غير هدومه وبيكون ملغم المكان كله، وبيقدر يثبت الحكومه اللي جوه بالاسلحه، وبكده محدش يقدر يدخل جوه. وبيكون الزعيم لسه بيعذب في رجالته، وازاد بيطلع بس مباشر وبيكشف عن نفسه وبيحكي للناس قصته، وكل الناس اللي بيشوفوه بيسقفوا له، لكن بيلاقي زعيم المافيا داخل عليهم ورافع على باباه السلاح. وبعدين بيخبط ازاد وبيسجن فريقه، وبيفضل يضرب في ازاد وبيضرب في باباه، وبعدين بيرفع عليهم السلاح وبيكون خلاص هيضرب، لكن بيلاقي السلاح من غير طلق، وبيكون قصد يعمل كده عشان يفكروا باصحابه، فبيقوم عليهم وبيكسر عظمهم. وبعدين بيفك فريقه، وباباه بيضرب في زعيم المافيا لحد ما بيكسر عظمه بالكامل. وبعدين بيدخل على الطور ده ومفيش حاجه بتاثر فيه، فبيتجمعوا عليه وبينزلوا تهبيط فيه وبيخلصوا عليه خالص. وبعد كده بياخدوا الزعيم وبيشنقوه بنفس الطريقه اللي اتشنقت بيها مامته، وبكده بيكونوا انتقموا لكل السنين اللي قضوها بعيد عن بعض. ولغايه هنا بيخلص فيلم النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.